حسانية لهجة اقتصادية حتى من ناحية استعمالها الكلمات، وفيها نبرات. والله كلمات أقربهم هات النبرات يتبدل معناهم تماما، إن يتغير أنت نبرتك بهم. تعود في كلمة الواحدة تتحكم نبرة صوتك أنت بمعناها. كيف هيه مثلا، هيه هالي تقدر تعود جواب تأكيد يسوي لك حد كان ده مرة ذاك في صيته ذيك تقول له هيه، وتقدر تعود تعبير عن لغبة يرد عليك حد من الدون تتلحسه كان يجيب لك عقابها قبلك هي لغبة، فدام يقطع مرحلة تقول له أنت هيه تدور عقاب الرحلة. وتقدر تعود تعبير عن فهمك لرواية ما كنت فاهمها، يواصل لك حد في الدين تقول له ايه. وتقدر تعود تعبير منك عن رضاك على مسألة وعدلت قدامك بصيفة زينة، تقول ايه منين تشوف شو عدل على حالة مضبوطة. كذلك من عجائب الحسانية عن تغلاظ الحرف وترقاقه يبدل المعنى. كيف الحرف مثلا يعود مفتوح منين تغلظ انت الفتحة والله تنقل هاي تبدل المعنى. كيف رق اللي هو رق التراب، ورق اللي جاي من الرق، ولا كيف رابي اللي من التربية، ورابي اللي من الرباوية. وبمناسبة بالسيف من باب خروجه خالق كلمة الحسانية هاجرتها الناس ودارت في بلادها كلمة الفرنسية اللي هي التفرسي اللي جاية من لا فرس. الناس اليوم كاملها تقول فرساني فلان وفرسيته، وهذا الأمر أنا مفرسة ليه. والكلمة في الحسانية المرادفة لها اللي هجرتها الناس بسبب الاستلاب الثقافي هي التسياف. سيفني فلان أنا نعدل كذا، ولا سيفك قد تعدل كذا، وهذا الأمر أنا مسيف عليه معناها عني معدل بالسيف. والمصدر هو التسياف اللي دارت الناس تفلوا اليوم التفرسي. ومثال وقولت الفايت نقد ندايق بالتسياف دايقة شيباني غير متين، ونقدم مدن وزنقاف من قيفان الشيبانيين.